السلام عليكم، انا منال حسين ودي قناتي. النهارده هنعمل مع بعض الفطاير اللي انتوا شايفينها دي. سهله وبسيطه وحلوه قوي في اللانش بوكس للاولاد في المدرسه. عامله منها بالجبنه بالبقدونس وعامله منها باللحمه المفرومه. شايفين هشه وطريه ازاي؟ اتمنى بس انها تعجبكم. نشوف هنعمل ايه. احضر الاول الحشو بتاعتها. ما تقلقوش من حزمة البقدونس اللي انا ربطها ديت، انا بحب اعملها كده. انا بنقيها بالواحدة واربطها وانقعها في المية وبغسلها واقطعها زي ما انتوا شايفين كده. بحبها تبقى معايا منظمة مش مفرفطة يعني. هقطعها حلوة قوي بالسكينة زي ما انتوا شايفين لحد ما اخليها مفرية خالص. احط عليها بقى جبنة فيتا عادية اللي هي الكريمي دي الناعمة. لو عاوزين تحطوا جبنة اسطنبولي حلوة بردك شغالة، ولا جبنة قديمة عادي. بس انا حاطة جبنة اللي هي الدومتي اللي هي الكريمي شوية. هحاول اخليها ناعمة خالص زي ما انتوا شايفين كده. هكتفي كده. هي كده حلوة اوي كويسة. جبت بقى معلقتين جبنة وهنزل بقى بالبقدونس اللي انا فرياه ده خالص. وابتدي اقلب بقى فيها لحد ما تمتزج كل المكونات مع بعض. هنزل بقى بمعلقة صغيرة زيت زيتون وهديها تقليبة كده، ويبقى خلصت كده الحشوة الاولانية. احطها على جنب بقى ونشوف هنعمل ايه. هجيب بولة، هنزل بنص كوباية مية اكواب كلها معيارية. معلقة كبيرة، معلقة صغيرة مليانة خميرة. معلقة كبيرة سكر. وابتدي اقلب ده كده حلو قوي لحد ما يدوب السكر. وبرضك بنفس الاكواب المعيارية هعاير الدقيق. معايا 275 جرام دقيق، ما يعادل كوبايتين دقيق. احط رشة ملح. هبتدي اقلب شوية ده كده، اوسع المكان بس عشان انزل بالبيضة. نزلت ببيضة وحطيت رشة صغيرة كده من بين صوابعي فلفل اسود. هبتدي اقلب حلو قوي بقى كده. انتوا شايفين؟ في المرحلة دي بقى هبتدي استعمل ايديا، هبتدي اعجن فيها حلو قوي لحد ما يختفي الدقيق معايا. وانا بعجنها كده حسيت انها محتاجة حبة مية، فاحط حبة مية صغيرة. احط شوية صغيرين كده عشان الم بس بيها العجينة ويختفي الدقيق معايا. احط بقية المية حبة صغننين بردك، وابتدي بقى اعجنها حلو قوي لحد ما يختفي الدقيق زي ما انتوا شايفين كده. اختفى الدقيق وبقت حلوة متماسكة شوية. هجيب بقى 125 جرام زبدة، معلقة صغيرة زبدة، واحطها بقى كده على العجينة والمها كده زي ما انتوا شايفين. وابتدي اعجن بقى فيها حلوة قوي لحد ما تختفي معايا الزبدة في العجينة. هتحسوا انها اتقطعت كده وفصلت، مش مهم، اهم حاجة بس تعجنوا فيها حلوة قوي لمدة 5 دقايق على الاقل. شايفين بقى شكلها ازاي؟ احطها بقى في البولة واغطيها بقى اكياس مطبخ، كيس التلاجة العادية، واغطيها بقى بفوطة كده وهسيبها ترتاح شوية. مش هتخمر، ترتاح بس شوية 10 دقايق مش اكتر. وبعد 10 دقايق بقى رجعنا زي ما انتوا شايفين كده ارتاحت معايا. هطلعها من البولة، هحطها على المفرش السيليكون، وهبتدي افرد بقى بايديا شوية كده، مش هفردها قوي، فردة صغننة كده زي ما انتوا شايفين. بس مش اكتر من كده. بالسكارفر البلاستيك دوت المفروض اقسمها بقى 10، بس انا ما ظبطتش ايديا وانا بقسم فطلعوا معايا 9. وانا بقى بكورها وكده هخلي اخد من كل كورة قطعة واعمل قطع 10. هبتدي بقى اكور فيها. زي ما انتوا شايفين كده كلها مقاسات قد بعض. هيطلعوا في الاخر معايا 10 كور. بس زي ما انتوا شايفين كده هغطيهم بقى باكياس تلاجة وهنشوف هنعمل ايه. لا مش هاخد من دي، هاخد اول واحدة انا عاملاها مكوراها.
هبتدي افردها بقى، افرد بايديا كده زي ما انتوا شايفين. مش هفردها قوي يعني، معقوله كده عشان احط بس فيها الجبنه. واهم حاجه حوالين داير العجينه كده الفطيره ادوس قوي بايديا عشان لما اجي الم العجينه تتلم معايا ومتفتحش معايا من الفرن. هحط بقى دلوقتي الجبنه زي ما انتوا شايفين كده. هلم بقى، الم كده حلو، اصرها زي ما انتوا شايفين كده، ادوس حلو قوي عشان ما تتفتحش معايا ما ادخلها الفرن، وما تيجي تخمر ما تتفتحش. اسويها كده وهبتدي بقى احطها ايه في الصينيه. حاطه في الصاجه ورقه زبده. ورقه الزبده دي كمان يا جماعه انا دهنتها بالزيت عشان بس ما يلزقش معايا الفطاير. اخد التانية افردها برضك بنفس النظام كده بايديا. معايا الرولة دي حلوه برضك، بتسهل عليا. احط برضك معلقه البقدونس ونفس اللي عملناه نكرره. الجزء اللي حوالين داير ادوس عليه قوي عشان لما اجي لما تتلم معايا بسهوله. احطها بقى في الصاجه مع اختها، واخلي المسافات بينهم متباعده عشان لما اسيبها تخمر هتنفش وهتزيد يعني. دي بقى احط فيها لحمه مفرومه، لحمه معصجه عادي، وحاطه فيها فلفل اصفر وفلفل اخضر. هلمها بقى بنفس الطريقه برضه. نعمل واحده كمان معاكم. الجزء ده ابططه كده خالص عشان لما اجي المها تتلم معايا بسهوله. خلصت الكميه كلها وزي ما انتم شايفين حطيتها في الصينيه. هغطيها بقى بفوطه نضيفه كده واسيبها ايه تخمر. ودلوقتي عشان الجو ابتدى يبرد شويه بصراحه انا هقعدها اكتر من ساعه، هقعدها ساعتين. وبعد ما فات ساعتين بقى نشوفها شكلها عامل ازاي. شايفين تضاعف حجمها ازاي. هجيب بقى صفار بيضه وهحط عليها معلقه خل كبيره. معلقه الخل دي يا جماعه بتشيل الزفاره نهائي. انا ما بحبش البيض على اي فطائر ولا اي حاجه عشان موضوع الزفاره، بس معلقه الخل دي بصراحه بتفرق جامد يعني، ما تقلقوش منها. ادهن بقى كل الفطاير. ارش بقى فوق وشها حبه البركه اللي هي باللحمه المفرومه، هحط عليها حبه البركه. واللي هي بالسمسم دي بتاعت الجبنه بالبقدونس عشان اميزهم بس. السوا بقى يا جماعه هدخلها في الفرن على الشبكه على درجه حراره عاليه 250 230 على حسب كل فرن، وبتقعد معايا من 20 ل25 دقيقه. لو ما فيش شوايه كل شويه بتفتحي الفرن وتدوري الصينيه عشان كلها تتحمر، واخر 10 دقايق ممكن تولعي الشوايه. انما لو في مروحه بيبقى بيسهل بقى معايا الدنيا وبيحمر الوش. تفتحي المروحه. ودلوقتي اما طلعت اهي زي ما انتوا شايفينها، طبعا هي ناشفه شويه، هغطيها بقى كده عشان تعرق وتطرى معايا. وفات ربع ساعه. شايفين طريقه ازاي الفطاير بتطلع معايا بسهوله بالذات من ورق الزبده. شايفين طريقه ازاي. هجيب بقى طبق التقديم وهرصصها في طبق التقديم.
شايفينها شوطرية ازاي؟ نقطع واحدة مع بعض. دي اللي باللحمة المفرومة، شايفينها شوفوا ازاي وطرية ازاي. لو عجبكم بقى الفيديو يا جماعة ما تنسونيش في اللايك والشير وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد بنزله. والسلام عليكم.